خبز التورتيلا أو خبز التورتيا عملته بالوصفة السابقة لسندويشات الفاهيتا، وفيكم تعتمدوه لأي وصفة بدها هذا النوع من الخبز عندكم. لسندويشات كثيرة، التاكو، الشاورما بتنفع وموفرة أكثر وخبز طري وناجح، وكمان الطريقة سهلة. عندي نص كيلو من الطحين بعادل 3 أكواب وربع كوب، عليهم معلقة كبيرة من السكر وملح حوالي نص معلقة صغيرة، وكمان نص كوب من الزيت النباتي. وبدي أضيف عليهم مي مغلية عشان نحصل على عجينة طرية، يعني قريبة من الغليان. بس قربت تغلي بتطفوا عليها وبتضيفوا كوب لنص كيلو الطحين، وبقلب عشان بتكون المي كتير ساخنة. بتقلبوا بالمعلقة وبتتركوها يعني حوالي 4-5 دقائق بحيث إنكم تقدروا تمسكوها وتعجنوها. وبنعجنها كتير منيح لحتى نحصل على عجينة طرية وما بتلزق بالإيد زي ما انتو شايفين بهاي الطريقة. وبعد هيك بنبدأ إن نقطع فيها لقطع بالحجم اللي انتو بتحبوه وبتفضلوه. أنا هاي المرة عملتها ميني، بس فيكم إذا بدكم تعملوا سندويشات وبتقدروا إنكم تعملوها أكبر. نص الكيلو بهذا الحجم عمل معي 24 قطعة. وبعد ما نقطعهم بدنا نغطيهم ضروري جدا عشان هاي العجينة بتنشف بسرعة. بدي أغطيهم وأتركهم يرتاحوا نص ساعة عشان يسهلوا علينا المد ونعرف نشتغل فيهم منيح. بنبدأ نركهم، طبعا بنغطي الباقي. بنبدأ نركهم لسماكة كثير رفيعة قدر الإمكان، أحسن يعني. بعد هيك بتركهم على جنب لحتى يرتاحوا. بدي أريحهم بعد ما أركهم حوالي 10 دقائق وببدأ أخبز فيهم، أو يعني فيكم تبدأوا تخبزوا بأول واحدة بتكون صارت ارتاحت بعد ما تركوا كمية. يعني بنخبزهم على نار متوسطة، ما بياخذوا وقت أبدا، يعني حوالي 2-3 على كل وجه بالكثير بيكونوا مستويين. وإذا شفتوا إنه طلع فيهم فقاعات بتضغطوا عليهم شوي عشان يعني ما تنفخ الفقاعات كثير معانا. وبنعيد كل الكمية لحتى تخلص معنا على الصاج زي ما انتم شايفين. وهي هي وصفتي لليوم. طبعا بدنا نغطيهم كمان لوقت اننا نستخدمهم عشان بينشفوا. جربوها وشاركوني صوركم، وان شاء الله انها الوصفة بتعجبكم.